السلام عليكم. في حلقة النهاردة أنا مش هتكلم كتير، ولكن أنا هعرض لحضراتكم 3 مقاطع بيردوا على الأسئلة اللي كلنا بنتسألها دلوقتي. كلنا بنسأل الأسئلة دي: ليه مروة بنت الرئيس كانت بتقول إن هي معاها مستندات، رغم إن لما تم القبض عليها ما قدمتش أي مستندات تثبت الكلام اللي هي بتقوله واللي هو الاتهام؟ انا هجيب لكم مقطع هيرد على السؤال ده، واللي هو بالمناسبة ان عادي جدا ان هي تكون قايلة اقوال معينة قدام المباحث لما حققوا معاها، وان القضية بتاعتها لما تتحول للنيابة العامة تقدر هناك تغير اقوالها وكمان تظهر المستندات اللي معاها. وده مش كلامي على فكرة، انا جايب لكم فيديو للمحامي اللي هو سلامة خاطر، وهو بيقول ان عادي جدا ان هي تغير اقوالها لما تتحول هناك القضية بتاعتها على النيابة العامة. كمان معانا الفيديو التاني وهو للمستشار اللي هو طه الزقلاوي، واللي هو ماسك قضية مروة بنت الرئيس، وكمان هيقول لنا اخر الاوضاع اللي توصلت ليها مروة، وان كمان هيأكد على كلام المحامي اللي هو سلامة خاطر، وان هو ينفع عادي جدا ان مروة لما القضية بتاعتها تتحول للنيابة العامة ان هي تغير اقوالها وتقدم المستندات هناك. يعني بيثبت بالفعل ان مروة بنت الرئيس معاها مستندات. اما بالنسبة للمقطع الثالث واللي هنعرضه لحضراتكم برضو في حلقة النهاردة، وهو للمستشار احمد فهمي، وهو بيقدم خطاب للنائب العام علشان خاطر يتم استدعاء الناس اللي تم التبليغ فيهم، الناس اللي مروة مبلغة فيهم. الناس دي لازما يتم استدعائها، ولازم القضايا تتفتح واوراقهم تتفتح. وعلشان ما اطولش عليكم تعالوا الاول نسمع المقطع ده مع بعض، وهو للمحامي زي ما قلت لحضراتكم سلامة خاطر، واللي بيأكد ان ينفع عادي جدا مروة تغير أقوالها. الأقوال اللي قالتها قدام المباحث ينفع تغيرها لما القضية تتحول على النيابة العامة زي ما حضراتكم هتسمعوا كده. السلام عليكم. تم القبض على مروة بنت الرئيس محمد حسني مبارك. طبعا كلنا عارفين ان في اكونت موجود على تيك توك اسمه مروة بنت الرئيس محمد حسني مبارك، اللي هي بتدعي ان هي بنته. اتكلمت في قضية مهمة، تجارة الاعضاء، وجابت ناس كتير ومافيا، وقالت ناس بالاسماء. امبارح اثناء البث المباشر الشرطة المصرية دخلت ألقت القبض عليها. وطبعا إلقاء القبض عليها ما يخليش الناس اللي هي جابت في سيرتهم يفرحوا قوي، لأن دي بداية النهاية لأي حد ممكن يكون فعلا متورط في أي كلمة هي قالتها. يعني ممكن كلامها يطلع صح، فالتحقيق الفترة الجاية هيبين إذا كان الكلام صح أو غلط. كل اللي أنا عايز أقوله لكم إن الناس ما تفرحش بالقبض عليها، بل أي واحد مروة جابت اسمه سواء في لايف أو في فيديو دي بداية النهاية ليك لو الموضوع ده طلع حقيقي. انا مبسوط جدا ان انا عملت فيديو امبارح قلت يجب القاء القبض عليهم، وامبارح بالليل تم القاء القبض عليهم، وهيبتدي يتحقق معاهم واحد واحد. الشرطة المصرية صاحية، الدولة المصرية ليها كبير، الشعب المصري شعب محترم، وان شاء الله باذن الله هنفضل موجودين في التحقيقات لحد ما نقول لكم كل جديد هيحصل في قضية مروة وقضية تجارة الاعضاء، وكل واحد قالت اسمه سواء في اللايف او في الفيديو. سلام عليكم. زي ما حضراتكم سمعتوا كده، والكلام اللي اتقال دلوقتي هو نفس الكلام اللي بيأكد عليه اللي هو المحامي طه الزقلاوي، اللي هو بيترافع عن مروة بنت الرئيس، وبيأكد على كلام المحامي اللي احنا لسه سامعينه دلوقتي اللي هو سلامة خاطر. طه الزقلاوي بيأكد على الكلام وبيقول ان المستندات هتتقدم لما القضية تتحول للنيابة العامة، وكمان ينفع هناك ان هي تغير اقوالها، لان زي ما حضراتكم عارفين ان مروة بنت الرئيس قالت في اقوالها قدام المباحث اللي بتحقق معاها ان هي عملت كده لغرض المشاهدات والترندات. ولكن هنا لما القضية تتحول على النيابة العامة ينفع ان هي تغير اقوالها وتقدم المستندات. ودلوقتي هنسمع مقطع صوتي للمحامي الخاص بمروة بنت الرئيس، وهو طه الزقلاوي، هيأكد على الكلام اللي قلناه لحضراتكم دلوقتي، وكمان هيقول لنا الدنيا ماشية ازاي مع مروة بنت الرئيس او هتمشي ازاي في الايام القادمة.
الناس المتهمه بتضحك وفرحانه وشمتانه في مروه، اللهم لا شماته. مين قال لكم ان الدايره مش ممكن تدور؟ مين قال لكم كده؟ ده مش نهايه المطاف. انا النهارده طالبت وهنطالب في النيابه بالتحقيق، استدعاء كل اللي اتهمتهم الاستاذه مروه او وجهت ليهم اتهامات، تمام، استدعائهم والتحقيق معاهم. من ناحيه طريقه او اسلوب طرح الاستاذه مروه الموضوع، كانت الطريقه غلط والاسلوب غلط، وانا قلت كده من اول يوم. استاذه مروه ما اخدتش رايي انا شخصيا كقانوني او كمحامي، تمام، على الاقل المشوره. لو كانت سالتني، والكلام ده انا قلته قدامكم على اللايف عندها مره واتنين وهي قالته، لو كانت سالتني كنت قلت لها لو مع حضرتك ادله، تمام، في مسار قانوني بعيدا عن السوشيال ميديا يجنب حضرتك مشاكل كتير جدا، يفوت على خصومك واعدائك والناس اللي انت بتوجهي لهم الاتهامات فرصه ان هم يحاولوا ان هم يثبتوا عليك خطا. زي ما انا شخصيا لما بتعرض لاساءه وشتايم، على فكره اللي بيشتموني وبيعملوا الحاجات دي والحمله دي، يعني هم يتمنوا ان انا اشتمهم. عارفين ليه يتمنوا ان انا اشتمهم؟ عشان المواقف تتساوى، عشان المواقف تتساوى. يبقى احنا شتمنا وانت شتمت، خلصنا، مش هتقدر تتكلم، مش هتقدر تاخد حقك بالقانون. هتيجي تقول بالقانون يقول لك وانت شتمتنا شتايم، اقول شتمتكم كشتايم قذره، هيقولوا اه شتمتنا شتايم قذره. هل ده يأثر فيهم؟ لا، ما يأثرش فيهم، دول مرتزقه ومأجورين. لا طبعا الكلام ده كله على ذمه التحقيقات، مفيش حاجه اسمها اتحبست على طول. حتى الان ده قرار بيكون مؤقت على ذمه التحقيقات، يعني ممكن ان شاء الله تلاقوا تم صدر قرار بعد التحقيقات باخلاء سبيلها. انا بناشد بس وبخاطب الناس المحترمين، انا محدش يقدر يجبرني على شيء. انا بحترمكم، بحترم الناس المحترمه، الناس اللي هم بيحبوها في الله، الناس اللي هم متعاطفين معاها، الناس اللي هم بينصحوها حتى لو بتغلط، تمام، ويقولوا لها لا غلط لا ده صح. الناس اللي هم مش فرحانين ان هي تتأذي. انما المرتزقه شايفين دلوقتي ان ده واقف معاها، هم قالوا كده، ده اللي واقف معاها، فبيحاولوا ان هم يقلبوا حتى رايكم انتم عليا ويشككوكم فيا. النهارده طالعه ليلى بتقول المحامي ليه ما حضرش معاها، وفي نفس الوقت المحامي بتاعها عندها في اللايف بيهددني بالحضور، بعدم الحضور معاها. طيب يعني انا دلوقتي احضر معاها، في واحد يعني كان موجود على الجست قال لها يعني حضرتك حريصه على مصلحتها يعني قوي؟ لا، هي مش حريصه على مصلحتها ومش بتسعى ان هي لازم يبقى معاها محامي، هي بتشكك فيها يمين وشمال. عملت حاجه صح عملت حاجه غلط، بتحاول تشكك فيا الناس. اللي يعترف يعترف، ما يعترفش على السوشيال ميديا، يعترف يروح للجهات المختصه يا تيك توك، ما يعترفليش هنا على السوشيال ميديا. اللي بيعترف بواقعه معينه يروح. وبعدين انا قلت في اللايف اللي انا عملته، قلت على الافعال اللي ارتكبتها ليلى الشبح واعوانها واتباعها بكل وضوح وبكل جراءه، وممكن كمان هتتحط اساميهم، انتوا ما تعرفوش الامور ممكن توصل لفين. انا دلوقتي ممكن عادي يتم استدعائي، مين يا استاذ اللي عمل 1 2 3 4، ادينا الاسماء وادينا الادله. الناس اللي بتقول لي في اسكندريه ولا القاهره ولا الجيزه، والله العظيم محامين دلوقتي شغالين على الموضوع دوت واحنا قاعدين نوم. انا ما نمتش من امبارح، مع ان انا راجل، لو انا راجل ندل او بتخلى عن انسانه محتاجاني او انسان محتاجني، بصرف النظر موكلتي ولا لا، ما انا كنت قفلت تليفوني. ده انا ما نمتش من امبارح، وكنت نمت ما قدمتش المستندات اللي كانت بتقول عليها ان هي معاها ليه. لما نقابلها نعرف ونسالها ونقول لها هل فعلا يا حضرتك يا استاذه مروه قلتي كذا كذا؟ طب حضرتك كنت بتقولي ان في ادله معاكي، فين الادله اللي موجوده معاكي؟ ونعرف ردها ايه. اما ان انا اعلق على بيان وزاره الداخليه، لا، مستحيل ان انا اعلق على بيان وزاره الداخليه.
بالعكس انا وجهت لهم الشكر عادي جدا، استجابه سريعه لبلاغ ولا محضر، وجهت لهم الشكر. دوري انا عند جهات التحقيق ادفع بشيء معين، دوري على منصه قضاء ادفع بشيء معين، اطلب طلبات معينه، اثبت دفوعي. انما دوري انا مش في اسم الشرطه ولا ببيان منشور زي ما بيقولوا لكم كده. انتوا المستشار هو اللي سلمها، المستشار هو اللي سلمها. طب لما تخرج لكم ان شاء الله الاستاذه مروه بالسلامه هي اللي هترد عليكم، هي اللي هترد عليكم. لان انا حتى بيت الاستاذه مروه ما كنتش اعرفه، سكنها ما اعرفوش. بساعد الاستاذه مروه اول ما بتطلب مني مساعده في حاجه بساعدها، بقف معاها، بنصحها لما بيكون في حاجه غلط بنصحها زي ما نصحتها كده وقلت لها قدام الناس كلها كان واجب عليكي تاخدي مشورتي قبل ما تسيري موضوع معين. كنت خدت رايي، كنت قلت لك على المسار القانوني الصحيح لو فعلا معاكي ادله، ولازم طالما بتدعي شيء يبقى معاكي ادله. المقطع الصوتي اللي سمعناه دلوقتي هو للمستشار طه الزقلاوي، وده طبعا المحامي الخاص اللي هو بيدافع عن مروة بنت الرئيس، ده المحامي الوكيل بتاعها، ده اللي بيتكلم عن مروة بنت الرئيس، وده اللي ماسك القضية بتاعتها. ولكن هنا هو كان بيرد برضو على الناس اللي بتتهمه وقالت ان هو ده اللي سلم مروة بنت الرئيس، هنا برضو كان بيرد على الناس دي. اما الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض فهو للمستشار احمد فهمي، وهو بيتكلم في كلام مهم جدا جدا، وهو بيوجه رسالة للنائب العام بخصوص مروة. تعالوا الاول نسمع بيقول ايه ونرجع لحضراتكم علشان عاوز اعرف حضراتكم حاجة مهمة جدا. وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، ممكن كلمة تؤدي بصاحبها إلى السجن. في الأيام الماضية طلع علينا موضوع وأصبح رأي عام، والخاص بمروة اللي بتدعي إن هي ابنة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وجت وقالت إن في بعض الأشخاص ومن ضمنهم الفنانة وفاء عامر وغيرهم على توكر على التيك توك بتجرم في الأعضاء البشرية، ومن ضمنهم زوجة إبراهيم شيك. طبعا الناس كلها مهتمية جدا بهذا الموضوع، ومن أسبوع صار هذا الكلام وهذا الاتهام، وفي النهاية راحوا الأشخاص اللي تم اتهامهم بتقديم بلاغ وتم القبض على مروة اللي هي اسمها مروة ابنة الرئيس حسني مبارك أو التي تدعي هذا الكلام. طبعا تم القبض عليها الساعة 2:30 صباح يوم 29/7. طبعا من حق الرأي العام، الموضوع أصبح رأي عام، من حق الرأي العام إن هو يعرف مسار التحقيقات اللي صارت للست اللي تم القبض عليها ديت، لأن هناك اتهامات خطيرة اتهمت أشخاص بها وهي الإتجار بالأعضاء البشرية. تم القبض عليها الساعة 2:30 صباح يوم 29. احنا عاوزين من النيابة العامة ان هي تصدر بيان توضح فيه ما تم مع هذه السيدة بكل شفافية علشان تعزيز موضوع العدالة، وان العدالة بتطبق على الجميع ومفيش حد فوق القانون، والامور دي كلها لازم توضح للناس. الست ديت بتتهم ناس بالاتجار في الاعضاء البشريه، واذا ثبت كذبها هتعاقب على نشر الاشاعات والبلاغ الكاذب وما الى ذلك، هتعاقب عليه. ولكن لابد ان يتم في الاتهامات التي وجهتها للاشخاص التانيين
عشان نشوف هل كلامها مظبوط ولا كلامها مش مظبوط. ناهيك طبعا عن كونها ان هي بتقول ان هي ابنة الرئيس او مش ابنة الرئيس، دي موضوع تاني، ولكن احنا بنتكلم في الموضوع لان هي قامت باتهام اشخاص بالاتجار بالاعضاء البشريه، وجابت اشخاص كتير واسامي كتيره ومواقف والى اخره، وان هي عندها مستندات وفجاه تم اختفائها، ونزل بيان لوزاره الداخليه ان هو تم القبض عليها، وان هي ادعت ان هي قامت بنشر هذه الشائعات علشان تحقيق ربح على التيك توك وما الى ذلك. احنا عاوزين نتحقق من حقيقه الامر، لان الموضوع اصبح يعني راي عام يمس كل واحد من الشعب المصري. معلش اما يجي ويتقال على اشخاص ان هي بتتاجر في الاعضاء البشريه والموضوع كده ما نعرفش عنه ايه اللي حصل فيه، يبقى دي حاجه تثير الشك. ولكن احنا كلنا ثقه في النيابه العامه، كلنا ثقه في القيادات ان هو لازم مع الاحتفاظ بسريه التحقيقات. احنا مش عاوزين نعرف كل حاجه عن التحقيقات، ولكن احنا عاوزين نعرف سير التحقيقات ماشيه ازاي. والست ديت اللي اتقبض عليها يوم الساعه 2:30 الصباح يوم 29 المفروض تتعرض على النيابه، والنيابه تطلع بيان يوضح الاتهام الموجه اليه، وهل تم استدعاء ما تم اتهامه بالاتجار بالبشر او الاعضاء البشريه زي ما ادعت السيده التي تدعى مروه، ولا ايه اللي حصل؟ فطبعا اذا ثبت صحه ادعائها يجب الكشف عن المتورطين وتقديمهم للعداله، وان يتم ابلاغ الراي العام بما تم الوصول اليه او الى هذه النتائج الخطيره. واذا ثبت كذب ادعاءاتها اللي هي مروه، طبعا يجب على النيابه ان تعلن عن نتائج التحقيقات التي ادت الى نفي هذه الاتهامات مع توضيح الادله التي استندت اليه. طبعا عشان نعرف اذا كانت هي صادقه او هي كاذبه. اذا كانت هي كاذبه وتدعي لهؤلاء الناس يبقى هي هتاخد عقابها. اذا كان الامر غير ذلك وكان ادعاءاتها صحيحه، يبقى نعرف مين المتورطين واسماء المتورطين، ويكون فيه شفافيه يعني علشان الثقه التي يعني بالنسبه للنيابه وبالنسبه للقيادات وبالنسبه للقانون في مصر ما يجيش واللي احنا يتم اتهام حد بهذا الشكل او يتم اختفاء حد كان بيتهم حد وطبعا ما نعرفش عنه حاجه ومفيش بيان رسمي. يبقى احنا لان الاتهام اللي هي اتهمته دي اتهام خطير جدا، اللي هو الاتهام بالاتجار بالاعضاء البشريه زي ما احنا قلنا وسبق ان ذكرنا. من حق الراي العام استيضاح هذا الامر وما تم فيه بخصوص هذا الاتهامات، وهل هذه السيده صادقه ام كاذبه. اذا كانت كاذبه هتعاقب على ما اقترفته، واذا كانت صادقه يتم التحقيق مع الطرف الثاني ونعرف الاشخاص المتورطين في هذا الامر. طبعا الامر ده حساس ليه واحنا بنتكلم فيه؟ طبعا وزي ما قلت من حق الراي العام استيضاح هذا الامر، زي ما قلنا خطوره الاتهامات اللي هي الاتجار بالاعضاء البشريه وحساسيه القضيه وتاثيرها على الراي العام وعلى المجتمع، لان اتجار في الاعضاء البشريه. وبالاضافه اللي احنا عاوزين استيضاح علشان منع التكهنات وانتشار الشائعات، عاوزين الامور تبقى واضحه، يبقى في شفافيه، يبقى عارفين ان الست ديت تم القبض عليها وتم التحقيق معاها وثبت انها صادقه ام كاذبه. دي كل اللي احنا عايزين نعرفه. لا تنسوا اللايك والشير والمتابعه حتى تعم الفائده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي ما سمعنا كده مع بعض في الفيديو، يعني القضية لحد دلوقتي لسه ما اتحسمتش. القضية دلوقتي في المرحلة الأولى في التحقيقات قدام رجال المباحث في القسم، ولكن بعد كده القضية هتتحول للنيابة العامة، وساعتها ممكن جدا لو مروة بنت الرئيس معاها مستندات زي ما هي بتقول تقدر هناك تقدم المستندات الخاصة بيها. وده اللي ثبتناه لو سمعتوا الفيديو وسمعتوا كلام المستشارين اللي جبناهم لحضراتكم، بيثبتوا ان فعلا هناك تقدر تغير اقوالها
وتقدر كمان تقدم المستندات اللي معاها لو معاها فعلا زي ما هي بتقول. ونتمنى ان شاء الله ان ربنا يكون في عونها، ولو في اي جديد هننشره على طول على القناة. علشان كده ما تنساش تدعمني بقى باللايك بتاعك الجميل لو وصلت لحد هنا، وياريت ما تنساش تدعمني بالاشتراك علشان خاطر اي جديد يوصل لك ان شاء الله. كنت معاكم اخوكم محمد نصار، والسلام عليكم.